السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيناكم بيوم جديد بحلقة جديدة على قناتكم ميكس سبورت. اللايك اللايك لو سمحت اللايك إذا عجبك الفيديو، اللايك، وإذا ما عجبك الفيديو كمان اللايك إذا سمحت يعني. وسوي لنا اشتراك من بعد إذنك سوي لنا اشتراك ولايك. اليوم طلعت القائمة الرابعة، صار عنا 4 قوائم موجودة بالوقت الحالي لانتخابات اتحاد كرة القدم. قائمة الكابتن أحمد بيطار تقدم فيها ورجع انسحب. الكابتن أحمد بيطار أعلن انسحابه رسميا عن رئاسة اتحاد كرة القدم. بنجي لقائمة الكابتن جمال الشريف رئيس الاتحاد. رئيس القائمة هو الكابتن جمال الشريف. نائب الرئيس نبيل سباعي. عضو تاج الدين فارس، أنور عبد القادر الكردغلي، وليد أبو السل، وائل حاج عبيد، محمد خلال الجمعة، أيمن زهير حزام، مها قطريب، أبي نزار شقير، سلام فواز سعد، وليد الناصر. وليد الناصر طبعا احتياط. هاي القائمة طلعت اليوم الصبح. اليوم المساء بيصير استبعاد الكابتن وليد الناصر من القائمة الرئيسية تبع الكابتن جمال الشريف لصالح مين؟ محي الدين دولة. لصالح مين؟ محي الدين دولة. يعني صارت ثورة وتغير النظام بسوريا. صارت ثورة وتغير النظام بسوريا، بس مع الأسف الفساد اللي ما عاش عايش في سوريا ما راح يتغير وما راح يطلع. لا تقول لي ليش. اللي عم بيصير بالوقت الحالي، ناس عم تضرب بناس. القوائم ناس عم تضرب بناس، بس العقلية، نحن الرياضة ما لها علاقة ولا السياسة ما لها علاقة، لا 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 لا. نحن العقلية السورية متحجرة متفردة بالقرار. أما أنا وليمت الجميع. أنا والباقي الله معك. أنا صح والباقي كله غلط. وهذا اللي عم بيصير بالقوائم مع الأسف. يعني معقول الكابتن وليد الناصر يطلع ويدخل بداله محي الدين دولة؟ ونحن بنتذكر الأخطاء الإدارية والتنظيمية يلي صارت على زمن اللجنة المؤقتة يلي كان مستلمها نبيل السباعي. يعني اليوم قائمة الكابتن جمال الشريف كتير كويسة، بس في نبيل سباعي وهلا دخل محي الدين دولة وبكرة الله أعلم مين بيدخل. ما بعرف. أنا بالنسبة لقائمة الكابتن جمال الشريف كنت معجب فيها 80%. هذا بالنسبة لرأيي، بس هلا ما أعتقد إنه الكابتن جمال الشريف راح يكون له شعبية من خصوصا من بعد ما دخل محي الدين دولة. محي الدين دولة إنسان كبير وإنسان محترم، ولكن يعني ما ضروري أكون أنا إنسان مثلا محترم أكون ناجح في كل شيء. أنا ناجح بمهنتي بالعمل اللي أنا عم بشتغله، بس ضمن المثال اتحاد كرة القدم ممكن أكون فاشل. ممكن أكون أنا لاعب كرة قدم ناجح بس أكون مدرب فاشل. أكون إداري غير موفق. يعني ما ضروري أكون لاعب كرة قدم معناتها أنا أفهم في الأمور الإدارية والتنظيمية والفنية، لا، ما ضروري. ولو كنت بعرف أنا بالأمور الفنية والتكتيكية بجوز الحظ
يكون معي. يعني نحن ما عم نحكي على الكابتن محي الدين دولة أو الكابتن نبيل السباعي بشي، بس إنه خلص أنتوا اليوم جربتوا فترة معينة، فترتين معينات، وما مشي الحال معكم، أعطوا المجال لغيركم، أعطوا المجال لغيركم. الله يكون بالعون. هاي بالنسبة للقوائم يلي استكملت، صار 4 قوائم، هن مثل ما قلنا كانوا 5، انسحبت واحدة صفى 4. هاي بالنسبة لانتخابات كرة القدم. بالنسبة نحن بدنا ناخد تجربة المنتخب المغربي. شوف المنتخب المغربي امبارحة بالمناسبة، ألف 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 مبروك للمنتخب المغربي، فرح الشعب العربي والإسلامي بفوزوا على الأرجنتين 2-0. يعني مين ضل إنه يلعب معه حتى يربح عليه؟ لعب قدام فرنسا، ربح على إسبانيا، كوريا الجنوبية، ربح على الأرجنتين في النهائي. فريق متكامل. والأحسن من هيك المدرب اللي عنده، المدرب محمد وهبي، مدرب كبير. المدرب محمد وهبي كان يدرب نادي أندرلخت البلجيكي للشباب، واليوم أنا حكيت بمقطع فيديو قبل هالآن إنه لازم يكون في أكاديميات لاكتشاف اللاعبين الموهوبين. في مقطع فيديو طريقة تطوير الكرة السورية حكيت عن هذا الشيء. ونحن لو نرجع أو نطلع على طريقة المنتخب المغربي وتأسيسه، اتحاد كرة القدم، بنشوف انه عم بيعتمدوا اكثر شيء على الاكاديميات. الاكاديميات عم بيعتمدوا عليها وعم بيستقطبوا المواهب. يعني اليوم ما بيقولوا والله من طرف فلان او من طرف علان، لا، الابرز بده يلعب من دون واسطات، من دون محسوبيات. هي على اول تجربة المنتخب المغربي تطبق عنا تجربة المنتخب المغربي. اليوم المنتخب المغربي وصل لنهائي كأس العالم للشباب وأخذه. بال 2022 وصل المنتخب المغربي للدور نصف النهائي. ليش؟ في أسس، في حجر عم تنحط، في أسس صح عم تنشغل، وكلهم مدربين وطنيين. المدرب المغربي مدرب وطني. نحن ما عم بيجوا مدرب اسباني او فرنسي او ارجنتيني حتى يستلم تدريب المنتخبات عندهم. نحن لو تجي لعنا، نحن عنا لاعبين وعنا خامات وعنا مدربين، بس ينشغل صح. شيل العاطفة وشيل الامور العائلية او الاجتماعية عزيه، وخذ منتخب على أسس صح. اليوم أنا لما بدي أختار منتخب شباب، الأجدر بده يلعب، مو الواسطة والمحسوبيات لا، الأجدر لازم يلعب. وكمان لازم يكون في أكاديميات في كل المحافظات، في كل المحافظات السورية. بال14 محافظة لازم أقل شيء في كل محافظة يكون في أكاديميتين، كرمال يطلع لاعبين ومواهب يخدموا المنتخبات الوطنية. إن شاء الله، إن شاء الله نستفيد أو نروح نطلع على المنتخب المغربي ونشوف التجربة تبعيته ونطبقها في سوريا. نحن بس بدنا تطبيق.
تطبيق بس. اليوم المنتخب المغربي سوى شو الخطوات اللي سواها؟ 1 2 3 4 نطبقها في سوريا، ونحط الاحتراف كشكل أساسي الاحتراف. هاي بالنسبة للمنتخب المغربي يلي فرح العرب والمسلمين بفوزه على المنتخب الأرجنتيني 2-0. بنجي للحلقة يلي انتم بتحبوها، حلقة لا ليغا. امبارح فريق ريال مدريد ربح، بس بشق الأنفس بالدقيقة 80 بهدف كيليان مبابي بالدقيقة 80. وصار الترتيب على النحو التالي: ريال مدريد 9 مباريات وله 24 نقطة. بيجي وراه نادي برشلونة كمان 9 مباريات و22 نقطة. الفرق نقطتين بين ريال مدريد وبرشلونة. فيا ريال 9 مباريات 17 نقطة. أتلتيكو مدريد 9 مباريات 16. وريال بيتيس 16. اسبانيول 15. أليتشا 14. أتلتيكو بلباو 14. وأشبيليا 13 نقطة. يعني بيننا وبين برشلونة نقطتين، وبيننا وبين فيا ريال 7 نقط. بيننا وبين فيا ريال 7 نقط. هذا كان ترتيب الدوري الإسباني للجولة التاسعة. الهدف نرجع نذكر حطه كيليان مبابي بالدقيقة 80. مستوى ريال مدريد مساحات فاضية بين اللعيبة، ما في انسجام أبدا. وهذا اللي كنا عم نقول عليه، اللي نوهت عليه من مقطعين فيديو قبل هاد، انه من التوقف الدولي اجوا اللعيبة، لسه اللعيبة تعبانين، في ارهاق بلعيبة ريال مدريد. وهذا الشيء يلي ما خلى اللعيبة انه تلعب بشكل تطالع كل شيء عندها من مهارة، من اسلوب لعب. هذا نتيجة التعب والارهاق. والله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.